السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم دوازتي ساهل وسريع وبسيط والنتيجه ديالو زوينه. الا بغيتوا تعرفوا معايا الطريقه ما عليكم الا تتابعوا معايا الفيديو الى الاخير. الى عجبكم خليوا لايك، ديروا متابعه او اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبالمناسبه كنشكر البنات اللي كيسولوا عليا، فشكرا لكم بزاف وكنعتذر على التاخير. ونبداو على بركه الله. في واحد البول كناخذ 3 كيسان ديال السميده الخاصه بالحلوى، السميده رقيقه، كاس لاروب ديال السنيده، جوج خمارات من فئه 7 غرام اي ما يعادل 14 غرام، كيس من الفاني، شويه د الملحه، وكنخلط النواشف مزيان. من بعد كنضيف ليهم نص كاس ديال زيت نباتيه، وكنخلط الكل بمعلقه او بالمعلقه كما شفتوا معايا حتى كنبسبس مزيان هاد المكونات هادو. وفي الاخير كنضيف جوج كيسان ونص ديال الحليب ما يعادل نص لترو، وكنخلط غير بمعلقه. ومن قبل شعلت الفران على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت. على ما كنوجد الخليط ديالي كيكون الفران سخون. بالنسبه للمول دهنتها في الاول بشويه ديال الزيت مع الدقيق، وفي الاخير كنرشها بالسميده رقيقه، عاد كنوضع فيها الخليط. فهذا هو القوام اللي كنحصل عليه. ومن بعد كنوضع الخليط ديالي في المول وكندخلو على فران ساخن. بعد ما كنرشو نرش الوجه ديالها بشويه ديال الزنجلان، كندخلها على فرن ساخن 30 دقيقه، كطيب من الفوق ومن التحت حتى كتحمر ويتذهب اللون ديالها. بعد ما كنخرجها من الفران كنخليها حتى كتبرد وكنزولها من المول. فهنا بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار على حسب اللي متوفر عندكم. ممكن تزينوها باللوز افيلي الا بغيتو. صافي هنا غادي ندخلها للفران كما تشوفوا معايا. كندخلها في هذا الطاج اللي هو كتكون قريبه من العافيه من التحت، لان هذا المول ديال الزاج كيهز شويه العافيه باش كطيب لينا مزيانه ومقاده. وهذه هي الحريشه ديالنا، كتجي يا سلام سهله بسيطه والنتيجه كتشوفوها بعينيكم. كنتمنى تجربوا طريقتي وتنال الاعجاب ديالكم. وكتبقى هذه من اسرع دوازتين اللي تقدروا توجدوه للكوتي او للفطور، وكتجي زوينه بزاف ولذيذه بزاف. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش خليو لايك، ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبالصحه والراحه والى اللقاء.